فوز مهم خاصه بعد المباراتين السابقتين وفقدان الاهلي ل5 نقاط. يعني الحمد لله طبعا كان فوز مطلوب في توقيت مهم جدا، وخصوصا كمان ان احنا فوز مطلوب في الدوري وفوز مطلوب حتى واحنا مقبلين على دوري المجموعات في افريقيا. عندنا مباراه يوم السبت عايزين نخشها بشكل كويس، فان شاء الله الرحمن يعني نأديها بشكل كويس، خصوصا ان بدايتنا السنه اللي فاتت في دوري المجموعات ما كانتش بمستوى جيد او ايجابيه، لكن المره دي ان شاء الله الرحمن نبقى حذرين وواخدين بالنا باذن الله. الشوط الثاني هل الخوف على النتيجه او القلق شويه خلي يمكن في بعض التراجع بعض الشيء، خاصه ممكن كان سموحه كمان بيلعب بنقص عددي؟ يعني احنا ضيعنا فرص كتير جدا. في فرص كتير بتكلم يعني الشوط الاولاني ضربة الجزاء اعتقد انها صحيحه، يعني ضربه الجزاء بتاع جيرالدو مش اعتقد هي مليار في المية صحيحه، لكن يعني مع ماتشات الاهلي لازم تعمل لها المفاجاه والاثاره. يعني على العموم الحمد لله طبعا كابتن محمد عادل كان حاسبها، يعني الراجل كان حاسبها ما تلوموش في حاجه يعني هو حسبها الحكم الخامس اللي لغاه. كابتن محمد يوسف يلا الحمد لله. ده هو ادى جيرالدو انذار بناء على كلام الحكم الخامس. جيرالدو هل في حاجه اشتكى من حاجه طلع مصاب ولا في حاجه؟ حاسس ان العضلات الخلفيه اليمين والشمال يعني ممكن تكون مجهده شويه بالنسبه له، لان هو برضو خلي بالكم هو راجل ما كانش بيتمرن قبل ما يجي النادي الاهلي، لانه كان مع اول اغسطس بعد ما خرجوا من البطوله الافريقيه يعني قعد فتره مريح ما بين مفاوضات الاهلي، لكن جاء معانا بقاله فتره معانا، خد مباراه او لعب مباراه مع شبين يوم السبت اللي فات، خد شوط النهارده كمان بياخد شوط. هو ما فيهوش حاجه الحمد لله، يعني خلال يومين ثلاثه الدنيا هتبقى كويسه بالنسبه له يعني. لكن ده سبب تغييره يعني. الراجل فضل ان هو يغيره، مش مستاهله يعني، احنا عندنا عدد اصابات كافي يعني. طب محمد محمود برضو شفناه خبطه في ركبته ولا تحت ركبته، فالراجل برضه فضل ان هو يطلعه، لان عندنا مباراه مع فيتا وهو ممكن انه يرشح من الناس المرشحه ان هو يقيد في القائمه الافريقيه. يا كابتن سيد يعني شايف النهارده الفرقه ازاي، خاصه في ظل عدم وجود مهاجم صريح طبعا بسبب الاصابات؟ الصعوبه انت بتقابل مجموعه من الصعوبات الخارجيه، يعني اصابات، ناس بعيده عن المشاركه بقى لها فتره، تدعيم بلعيبه جيده جدا جدا، لكن بالتاكيد هتاخد فتره يعني، فعلى الجمهور ان هو برده يكون مستعد لكده. الامر بالنسبه لنا الجاي هيبقى احسن بكتير جدا ان شاء الله الرحمن، لكن هتاخد وقت، ممكن ما يبقاش صغير ولا حاجه من خلال التجانس والترابط، لكن اللي جاي مليار في المية هيبقى احسن باذن الله. حسين الشحات هيدخل امتى مع الفريق؟ النهارده هو موجود خلاص في المعسكر. موجود في المعسكر خلاص. سيد بشكرك والف مليون مبروك. شكرا.